بابل. ده تالت حمل ليا، ولدت مرتين طبيعي. اول مره ولدت في اول يوم في التاسع، تاني مره ولدت اخر التاسع، بس حصل لي نزيف بعد الولاده. بس انت كده ما ولدتيش طبيعي. نعم، امال انا ولدت ايه؟ ولدتي مهبلي. ايه ده، هو في فرق؟ طبعا في فرق. الولاده المهبليه هي اي ولاده بيخرج فيها الجنين من خلال قناه المهبل، سواء حصلت تلقائيا وبالطريقه اللي ربنا خلقها او بمساعدات تانية، سواء مساعدات دوائيه او آلات. الولاده عشان نقول عليها طبيعيه لازم يتحقق 7 شروط. اول حاجه ان المخاض يبدا لوحده بدون تحفيز. تاني حاجه ان الحمل يكون عمره كامل، يعني من 37 اسبوع ل 42 اسبوع، ويكون البيبي نازل بالراس مش مقعدي او اي وضع تاني، وتكون من غير جراحه او اي تدخل طبي باي شكل، وتكون زمن الولاده نفسها مش زياده ومش سريعه، وان الولاده تتم من غير ادوات لا شفاط ولا ملقاط، وان الام والبيبي يطلعوا بخير ما يحصلش مضاعفات. الخلاصه ان كل ولاده طبيعيه هي ولاده مهبليه، ولكن مش كل ولاده مهبليه نقدر نقول عليها طبيعيه. اهم حاجه ان النتيجه طبعا تكون سلامتك وسلامه البيبي، وان التدخلات يكون ليها داعي طبي مش توفير وقت وخلاص. لو عندك اي سؤال عن ولادتك اسالي طبيبك وما تتردديش، واشتركي في القناه عشان توصلك فيديوهات اكتر عن الحمل والولاده. واخيرا stay safe. كنتكم بعد